الأمر المهم الصبر الذي ضيعه في زماننا كثير من المسلمين. يسرق لأن ما عنده صبر، يزني لأن ما عنده صبر، يقتل النفس المحرمة لأن ما عنده صبر، يقطع أرحامه لأن ما عنده صبر، يعق والديه لأن ما عنده صبر، ينظر إلى الحرام، يسمع الحرام، يتكلم بالحرام، يمس الحرام، يمشي إلى الحرام لأن ما عنده صبر. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. يترك حفظ القرآن، مراجعة القرآن، حفظ الأحاديث، طلب العلم، الجلوس عند العلماء لأن ما عنده صبر. لأن من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. هذا لابد من الصبر. نحتاج إلى الصبر في جميع شؤوننا، مع زوجاتنا، مع أولادنا، مع آبائنا وأمهاتنا، مع جيراننا، مع إخواننا، مع أرحامنا، في أعمالنا. نحتاج إلى الصبر. واستعينوا بالصبر والصلاة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لابد من الصبر. ولهذا قالت أصبر. وانظروا إلى تلك المرأة كما في حديث أنس التي توفى صغير لها فدفن، فجاءت عند القبر تبكي على صغيرها، فمر النبي عليه الصلاة والسلام فرآها فقال لها يا أمة الله اتق الله واصبر. هي متجهة إلى القبر تبكي والرسول يخاطبها من خلفها. فلما سمعت تلكم الكلمات قالت إليك عني. يعني ما لك شغل. هي ما عرفت أن الذي يخاطبها الرسول. فإنك لم تصب بمصيبتي، يعني أنت لم يحصل لك الذي حصل لي من فقد صغير. فمشى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها بعض الناس أتدرين من هذا؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فركلت خلفه وتبعته وركضت، فلما جاءت إلى الباب لم تجد بوابين، دخلت قالت يا رسول الله لم أعرف، الآن أصبر. إيش قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ إنما الصبر عند الصدمة الأولى، حين أن يقال مات أبوك، ماتت أمك، ماتت زوجتك، مات ولدك، مات صديقك، تلفت تجارتك، انهدم بيتك، يقول لك الطبيب عندك سرطان أو فشل كلوي أو فيك مرض خطير، تقول الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، تصبر. هذا هو محل الصبر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام خيرها فقالت أصبر. أصبر. والصبر صبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة.